عندما يقول لك القصيدة تحكي عن واقع، هذا هو المعنى الحقيقي للشاعر أبو ميراج. لايك وتعليق ومشاركة للفيديو، حفظكم الله أينما كنتم أحباب قلبي. وقال فيها: بحجر الله يا ليل انتشل تفكيري السارح، سهرتك هم وأنا منتظر نسمة صباحية. ومن بعد السهر ذي شفت منك ليلة البارح، نويت أعبر محيط الهند في رحلة سياحية. شبعنا هم يا أصل العرب ما عد حدا فارح، ولا قلت انتهى همي دش الافتتاحية. أبا نفسيتي ترتاح وأعيش العمر طارح على الرجل أختها، وأقضي حياتي في أريحية. لو أجلس في اليمن معناتها مستقبلي قارح، مهدد بالعواصف والأعاصير الرياحية. ولا لي يا وطن صاحب يشوف الجرح ويجارح، ولا لي طاقة أكبح رغبة النفس الجماحية. صحاب يضوي مع الضاوي ويسرح له مع السارح، ويتفتح مع أهل العولمة والانفتاحية. عشان المصلحة مسلم وكنا بالصحب فارح، ويبرم صفقته قبل اعتناقه للمسيحية. أبشرح قصته لكن كفى ما عاد أنا شارح، أنا الغلطان ما عينت تاريخ الصلاحية. ولا لي نفس عاتب حد ولا جادل ولا كارح، ومحبوبي جرحني جرح دامي لعن أبو حي. وكم يجلس يراجم لي قنابل مالها قارح، قنابل خلت إحساسي جثث وشلاء روحية. أنا من ويت غيب الله من أجل سلوبه الجارح، جرحني يوم أنا محتاج دكتور جراحي.